زملاء والكل الحضور، يمكن لكم تكونوا في وسط مرجان في اي مكان فين ما كنتوا غادي تسمعوا هذا الحوار وهذا التواجد ديال كذلك الضيوف اللي غيكونوا معنا ان شاء الله في هذا اللقاء، فمرحبا بالجميع. اليوم والبركات على الجميع، نهاركم مبروك، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما ذكرناكم بهذه المناسبه ديال اليوم العالمي للتوحد، فمرجان تطوان كينضم بشراكه مع المدربه حنان رضا اليوم بمرجان وجمعيتي اللي كاينه حتى هي هنا معنا. فغادي نبداو مع الاستاذه حنان المدربه الخاصه بهذا الاطفال وهذه الفئه من الاطفال التوحديين، فغادي نتقربوا اكثر ليهم ونعرفوا اشنو المعاناه ديالهم اكثر، ونعرفوا كيفاش ممكن اننا نكونوا كان كتفاهم مع هاد الاطفال، كمعرفه اكثر لهذا التوحد. فاليوم كنستقبلوا ضيفتنا اللي هي الاستاذه حنان. فمساء الخير حنان. مساء النور استاذ فتاح، شكرا على هذا التقديم، واشرك مبروكه والسلام عليكم جميعا ومرحبا بالجميع. فاستاذه حنان، فكيف ما كتعرفوا هنا كيتسمع هنا حيت البفض هنا ما كيتسمعش بزاف، مي البيفان كلشي كيتسمع، انا كيتسمع كلشي. قربوا لنا باش تسمعوا اكثر. فاستاذه حنان، كمعرفه كمدخل نقدروا نقولوا على اطفال التوحد هم اطفال يعني كيندمجوا في المجتمع، ما كيندمجوش في المجتمع. شنو هما الاسئله اللي يمكن نطرحوها على هذه الفئه من الاطفال والمشاكل اللي كيعانيوها، خاصه بانهم واش يقدروا يعني يتاقلموا مع الاجواء اللي كيعيشها كل الناس عاديين، او عده تساؤلات خصنا غير نعرفوا من هذه التساؤلات اللي كيطرحوهم بزاف ديال الناس، خصنا نعرفوا اكثر. سي فتاح، شكرا على هذا السؤال. هذا اللي بغيت نقول لك بعدا، اول حاجه ذكرتي اطفال عاديين، ما كنقولوش هاد اطفال عاديين حيت هما اطفال كاملين بحال. شنو هو كيكون واحد الطفل حامل للتوحد، يعني انفون افيك تروبل سبيكت اوتيستيك TSA، والطفل غير حامل لهذا الاضطراب هذا. بالنسبه واش كيتدمجوا معنا، واش كيفهمونا، يعني بحال اللي بغيتي تقول واش هما نعم. اطفال بزاف الميكرو، هما اطفال يعني عاديين، اطفال اسوياء، اطفال عندهم واحد نسبه الذكاء عاليه على الاطفال اللي غير حاملين للتوحد. طبعا كيتدمجوا ولا حسوا بك كتبغيهم. وخير دليل اللي نبغيكم تصفقوا لي على آية صاحبتي، برافو آية، اللي احنا ماشي جبناها موديل، ماشي جبناها يعني لسبب، وانما فوالا التوحد كاين بيننا بالبكالوريا ديالها تبارك الله في الدراسات الادب. طفله مؤدبه، هي صديقتي والام ديالها صديقتي ديال الطفوله، تو سامبلومون مدموجه معنا، جالسه جات تعمل حتى هي نطرحوا عليها اسئله وتجاوبنا، حيتاش حنا احترمناها وقدرناها وحست بيا انا مرتاحه لها. اذا حنا هذا هو السبب اللي جعلنا نجيو نعملوا هذا اليوم تحسيسي. كل ما كانت النظره ديالنا لهاد الاطفال نظره طبيعيه، نظره ما فيهاش تساؤل مسكين مسكينه، غنكونوا ماشيين مزيان. اذا هاد الاطفال كيبغيو الاطمئنان، كيبغيو الحب، كيبغيو يعني ما يشعروش كنحسنوا عليهم ولا كنتألموا في بلاصتهم، حيتاش هما عندهم اختلاف بسيط اللي غنطرقوا له دابا، غنزيدوا نقدموا الشرح ديالو. طبعا. فواش ممكن اولا، فهي القضيه ديال ان عادي او ماشي عادي، انا عارفه دكتوره استاذه، انا اتكلم باسم الناس، يعني انا مجرد يعني متكلمه ومايك اللي صراحه هاد كلمه عادي كتقال بزاف عند الناس.
عاديين ماشي عاديين. وانتينا تبارك الله عليك عطيتي الجواب ديال هذه الكلمه ما خصهاش تكون، لانه اطفال كلهم بحال بحال، غير الفرق ما بين هذا الطفل وهذا الطفل، هذا نسبه ذكاء في شكل وهذا زايده اكثر وهذا ناقص وهذا، فطبعا وهذا الشيء اللي خصنا نزيدوا نفهموه اكثر استاذه حنا. داكور. اذا غنزيد نقربك من هذا الاضطراب، هذا العالم الازرق اللي هو احنا كنحتفلوا اليوم باليوم العالمي للتوحد. هذا اليوم العالمي للتوحد اللي الامم المتحده قررت، وكان الهدف من هذا اليوم هذا هو تحسيس ديال الناس، هو يكون عندهم واحد تغيير في الحياه ديالهم، عندهم تغيير في الاسلوب ديال العيش ديالهم، في التعامل ديال المجتمع ولا تقبل المجتمع لهم. اذا هذا الاضطراب هذا هو اضطراب نمائي كيصيب النيورونات العصبيه ديال الاطفال ملي كيخلقوا به، وكيسبب لهم واحد الخلل ولا صعوبه في المعالجه ديال المعلومات. دابا غنعملوا واحد مثال، غنسولك شنو اسمك؟ فتاح. تو سامبلومون غنسولوا طفل حامل للتوحد غيقدر يتعطل في الجواب هذا ولا ما كانش مخدوم. يعني المعالجه ديال المعلومات اللي كتدخل للحواس ديالو ما كتكونش كتكون ضئيله، ما كتكونش سريعه. هذا طبعا بعد ما كنكونوا عملنا واحد الكشف ولا يعني شفنا الحواس ديالو واش سليمه، واش كيسمع، واش كيشوف، واش ما عنده حتى شي مشكل يعني في الحواس ديالو. تفهمنا؟ اذا كيبقى هنا المشكل اللي يصعب الامر. شنو اللي كيصعب الامر؟ هو المعامله ديال الاشخاص ولا التقبل ديال الاسر، التقبل ديال المجتمع. ما كنوصلوش لذاك المستوى اللي حنا بغينا باش نتساعدوا مع هاد الاسر. اذا التوحد هو اضطراب نمائي، ما كنقصدوش به النمائي يعني النمو ديال الطفل، يعني الحجم ديالو الشكل ديالو كيكون طبيعي، ولكن نمائي بالنسبه للمعلومات، بالنسبه للتعامل، بالنسبه للتفاعل ديالو كيكون عنده قصور في مجال التفاعل الاجتماعي والتواصل البصري واللغوي. وحنا اليوم هذا هو الهدف من هذه الورشه، باش ما يبقاش داك الجسر يتقطع، يتربط كل طرف يتربط مع الاخر. الاطفال اللي حاملين او عالم التوحد والعالم ديال الناس الغير حاملين التوحد. تبارك الله عليك. فهذا شرح مبسط طبعا باش كنزيدوا. انا صراحه اول مره كنعرف اكثر بمعلومات خصوصا هذا الاطفال ديال التوحد. فشنو بان لك الضيفه ديالنا ايه؟ ايه تاخذ الكلمه. ايه كامل. ايه نجحتي في البكالوريا؟ نجحت في البكالوريا. وكنتي كتبريباري بزاف ولا واش كتعب بزاف؟ كنتي في الدراسه في البريباراسيون؟ كنتعب بزاف في القرايه. ياك. وكيفاش كنتي كتقسم الوقت ديالك باش كتوجد الامتحانات؟ لا عادي يعني بحال كتنوض الصباح كتقرا كتراجع وكتمشي للمدرسه الوقت ديالك وكل شيء؟ كلشي. وشحال كتعمل مراجعه في النهار؟ السوايع شحال السوايع؟ بزاف السوايع. واخا. فطبعا ايه زعما برافو ليلى، برافو، تصفيقات والله الا تصفيقات على ايه، برافو ليلى تبارك الله عليها، حامله شهاده البكالوريا. صراحه راه هادشي كيفرح بزاف. نرجعوا للاستاذه حنان. اولا علاش بالضبط اليوم العالمي للتوحد؟ هذا هو السؤال. واش هو رساله لاننا يعني نرجعوا واحد شويه ونعرفوا بان راه كاين شي حاجه سميتها التوحد، راه كاين شي حاجه سميتها هاد الاطفال خصنا نردوا البال، نعرفوهم كيف ما هما باغيين يتعرفوا علينا، المعلومات اكثر، لي زانفورماسيون اكثر اللي ما عارفينهاش على التوحد. شنو ممكن تضيف لنا خصوصا في هذا اليوم العالمي للتوحد؟ علاش بالضبط هذا اليوم العالمي؟ شنو هما الاضافات اللي غيضيف لنا حنايا كناس خارجين في الشارع وكنشوفوا هاد الاطفال وما عارفينهمش؟ دونك شكرا فتاح. قرب الميكرو. داكور. دونك السبب ديال اليوم العالمي للتوحد هما كما كنعرفوا انه كاين يوم عالمي وكاين يوم وطني.
يوم وطني يعني كيكون مقتصر على واحد يعني كيكون محلي. نعم. اليوم العالمي كتعملوا الامم المتحده. هذا اليوم العالمي للتوحد كان في 2007، كانت البدايه في 2007 في اكتوبر، على ما اظن 5 اكتوبر. كان يعني تطرح للنقاش وقرروا باش هذا العالم هذا حيتاش ما عندوش حقوق، ما عندوش توعيه، وكان السبب الرئيسي هو باش يكون يوم فيه التوعيه. وهذا هو الرساله اللي انا كنكملها اليوم وكبادره يعني سباقه كنظن باش عملنا يوم توعوي او تحسيسي في مرجان. اذا الهدف كان من هذا اليوم العالمي هو الناس تعرف كما كتشوف النظره دابا ديالك بان لك طفل توحدي وكتلاحظوا يعني دابا من دابا الفوق غتبقى تعرف وتبقى تفهم وتشوف الاعراض ديالو ياك غتبدل لك الفكره. الحمد لله صفقوا على فتاح حقيقه صراحه راه سيك حيتاش الحمد لله وصلنا للانجاز ديجا فتح النظره تبدلات له دابا غيبقى ياك ونشوفوا حاجه اخرى عاود. طبعا دونك اذا اليوم العالمي هو كيكون دائما عنده هدف تحسيسي تعريفي، ولا كيكون عنده هدف باش نعملوا قانونيا الامور القانونيه المسطرات القانونيه، كيفاش غنزيدوا بهذا الاضطراب، كيفاش غنحدوا من عدم التعامل ولا من عدم الاخذ ديال الحق الاطفال. حيتاش كما كنشوفوا النسب ديال الاطفال اللي كتمدرس يعني كنجبروا ما كاينش حتى التشخيص ديال الطفل باش ندخلوه المدرسه، ولا كيكون هو في المدرسه والتشخيص ما عندناش. كذلك مثلا شنو هو السن الحقيقي ولا السن القانوني للطفل؟ هل يسمح لهذا الطفل باش يقرا؟ حيتاش كنشوفوا ناس كتقول لك ما قراوش حتى اللي بعقلهم. علاش ما كيقراوش هاد التوحدين هما بعقلهم احسن من اطفال غير حاملين التوحد؟ اذا هذا اليوم هذا كيكون الهدف منه هي نشر التوعيه، تصحيح الامور المغلوط فيها، اضافه نقط جديده. كما كان واحد النقطه غنبغي نعطيها لك السي فتاح، طبعا حنا المصادر ولا النقط اللي كنقريوها حنا واللي كنعطيوها واللي انا كنحاضركم بها دابا كناخذوها من الدليل التشخيصي الاحصائي اللي كتعملوا المنظمه العالميه للامراض النفسيه. كيجي كيقول لنا الدليل التشخيصي الاحصائي ديال 2013 اللي كانت اخر نسخه، ها القوانين اللي عطات، ها المسطره اللي حطت، ها شنو تزاد في هذا المجال، ها شنو اللي خصنا نتعاملوا به في هذا المجال. ودليل التشخيص الاحصائي النسخه السادسه غتكون ان شاء الله في 2023 ونكونوا في لو 2 افريل ديال 2024 جبنا مصادر جديده، جبنا نقاط جديده. تكون ايه معنا ان شاء الله دخلت الجامعه ديالها ان شاء الله، وتكون عندها سنه اولى ويكون عندنا نقاط ثانيه نطرقوا لها ان شاء الله. تفوق ان شاء الله، تفوق طبعا ان شاء الله. باقي لنا جوج ديال الاسئله، لان هذا اللقاء هذا خفيف وظريف. علاش؟ لان طلب من استاذه حنان طبعا. فالسؤال اللي كيطرح نفسه دائما هو الاندماج ديال هاد الاطفال داخل المجتمع في حد ذاته، كيف كينظر لهاد الاطفال. القانون والقوانين الجاري بها العمل في كل الدول، كل دوله وكيفاش كتصرف مع هاد الاطفال. طبعا هنا في المغرب هاد الاطفال فين وصلوا في الاندماج؟ فين يعني واش كاين شي تقدم؟ الناس كيعرفوهم، كيتعاملوا معهم، كاين اندماج؟ ما كاينش، باقي كاين المعاناه وهاد الاطفال ما كاينش اللي يهضر بحقهم. فين وصلت الجمعيه ديال مثلا جمعيتي ولا جمعيات ككل ولا هذه المنظمه العالميه للامراض النفسيه، فين وصلت للاندماج ديال هاد الاطفال مع المجتمع؟ تفضل. طبعا كاين خصاص، ماشي غنقولوا خصاص يعني في النقطة اللي غنقدر نقول لك فيها الخصاص هي التوعية، الوعي. حيتاش اصلا حنا كما كنعرفوا التوحد هو تقبل، وعي، حب، عاد ندمجوهم، ولكن للاسف تم دمجهم بلا ما نحبوهم، بلا ما نوعوا، بلا ما نتقبلوهم. هذا هو المشكل اللي وقع عندنا حنايا. بالنسبه ذكرتي جمعيتي، يعني جمعيتي للاعمال الاجتماعيه والثقافيه،
اللي هي كنظن اول جمعيه سباقه لهذه النقطه هذه. وتحيه للفريق ديال الجمعيه، يعني مكتب الجمعيه، لان وقت ديال الفطور وقت ديال رمضان وجاو من مناطق بعيده باش يآزروا هاد الاسر وباش يديو واحد يعطيو. يعني حنا هنا معاكم طبعا، حنايا كنقوموا بدورات توعويه في المجال القروي. الحمد لله وصلنا اخيرا لجبل كلتي لتمالوت. يعني كاين الناس اللي ما كيعرفوش هذيك المنطقه فين جات. عندنا دابا المنطقه بني حسان، عملنا زاويه سيدي قاسم اللي عملنا فيها بامال ديال لي فورماسيون تكوينات وتوعيه. هادو كنهضروا حنا على المراه القرويه والاسره الاسر القرويه اللي عندها الطفل كتقول لك عندي بوهالي، تضرب لي في العزفه بالضبط، تشعط مع البقره بالضبط، الحمله باباه ثقيله ما كيهضرش. هادشي كله خرافات كانت كتقال. حنا بدنا كبرنا العائله تضرب في الحمام، المراه وبلا ضربه راجله. هادو بركه من هاد الخرافات. خصنا نوعاو اي ام شافت اي تغيير ولا اي اختلاف في الطفل ديالها من 6 شهور، هو الحق ولا القانون ديال التشخيص 3 سنين ما فوق في المغرب. اما في اوروبا بداو كيشخصوا على عام و8 شهور. يعني عام و8 شهور كيقدر يعطيك التدخل الطبي، الطرق اللي تتعامل معها باش تحد من درجه ديال التوحد. يعني في عوت ما كان غيكون شديد، في عوت ما غيكون غير ناطق، في عوت ما غيكون ما عندوش التواصل البصري، انت غتخدم من عام و8 شهور. اذا فاش غيوصل لسن 3 سنوات غيكون ديجا غير ملاحظ هذا التوحد. اذا بالنسبه للجمعيات تبارك الله كنشوفوا جمعيات فاعله في تطوان. تبارك الله عندنا جمعيه يحيى، جمعيه حنان، جمعيه اشراقات. يعني كاين بزاف ديال الجمعيات ويمكن نمشاو لي بالي دابا. سينو كل شيء خدام. التوحد يختلف، يعني كيختلف طبعا. علاش صعيب المجتمع يتقبل؟ حيتاش ما عندناش درايه. حنا بمثال كنشوفوا عندنا حاله توحد وفرحت بداك الاب لان تبارك الله جا وفرحان ومتقبل ولده وحطو، فهمتي؟ يعني بروح رياضيه. كاين واحد اخر ما يخرجوش، وكاين اللي غيكون طفل توحدي اللي هو ديال التوحد مختلفه. كل طفل عنده حالة، عنده سلوكيات، عنده مشاكل. ماشي كلهم ما كيهضروش، ماشي كلهم ما عندهم نفس السلوك. كل طفل كيختلف على آخر، كل طفل كيختلف على آخر. والشدة ديال التوحد حنا أنا قلت لك يعني كتعلق حتى بعدم التدخل المبكر اللي كيكون في واحد السن اللي هي صغيرة. كيكون الطفل باقي صغير، يعني كيكون عندنا التدخل المبكر. فاذا في التشخيص وفي الحالات فهي حالات متعدده. لقاءنا ديال اليوم هو لقاء خاص باليوم العالمي للتوحد، وهذا تعمل اكثر باللي كتعملوا نتوما. شنو هما الحاجات اللي ناقصين باش يتزاد الاندماج ديال هاد الاطفال؟ هذا السؤال الاخير. وطبعا كنشكرك بزاف على كل الاجوبه، تبارك الله عليك بكل صراحه. تفضلي. دونك اذا بالنسبه للسؤال ديالك، حنا شنو كنعملوا؟ حنا مثلا نقدر نقول لك ما كنعطيوش السمكه، ولكن كنعلموا كيفاش يصطادوا السمكه. حنا عندنا شرط اصلا ما نخدموش مع الطفل ولا ما كانتش الاسره متقبلاه ولا ما كانتش الاسره واعيه كنقدروا ندخلوا، يعني كنقدروا نوعيوها. كذلك خصنا الاسره تكون على بال، يعني معليه الصباط بهذا المصطلح اللي كنستعمل. علاش؟ غتجي للجمعيه غتخدم حصص، غتمشي للدار، الام ما غتخدمش، الاب ما كاينش، اذا الطفل ما غيتقدمش ما غيتحسنش، حيتاش معدل الساعات اللي خصو يكون كيخدم به الطفل 42 ساعه في الاسبوع، يعني ما بين الدار وما بين المركز ولا المدرسه. هذا من جهه. بالنسبه الحمد لله كنشوفوا الدنيا كاين يعني الناس كتخدم في هذا المجال كتعطي، ولكن للاسف باقي ما وصلناش للمستوى اللي غنريحوا الاسر، اللي غادي كل ما كونا ناس، كل ما كان الناس متكونين في هذا المجال كل ما غنربحوا ذاك الاطفال. اذا انا من هذا المنبر بعد قبل كل شيء وكان خصنا نقولوها في الاول، كنشكروا مدير مرجان، مدير مؤسسه مرجان اللي رحب بنا واللي فتح هذه الفرصه هذه، واللي لقيتو يعني فاش ناقشنا هذا الموضوع معاه احنا كجمعيه
يعني ما ترددش وحدد هذا اليوم هذا وعطانا الفرصه باش نخرجوا للملأ. يعني هو بيده واحد الخطوه سباقه في المغرب كله، حيتاش الناس غتبدا تجي المرجان. يعني الناس اللي خدامين في المرجان بغيناهم يوصلوا للمستوى يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذا الطفل هذا. انت دابا عاد عملتي واحد الحركه درعتي ذاك الوليد. انا ولا شفتيني ما قربتلوش، حيتاش انا ما خدماش معاه الاقتران، حيتاش انا ما شاف عندي حتى حاجه اللي غتعجبو باش يجي عندي، حيتاش هذوك الاطفال ما نقولولهمش اجي عمو اجي با ديالي ونبوسو. تقدر تكون عنده مشاكل حسيه في الجلد ديالو، غتبوسو غيعمل لك الكريز. يقدر يكون مثلا هذا الطفل هذا عنده الخوف، فوبي سوسيال، عنده خوف اجتماعي زائد التوحد اللي فيه. اذا ملي كنشوفوا الطفل التوحدي كنعطيوه ابتسامه، هذا هو اللي غنصح بها المجتمع ديالنا ككل، الابتسامه العريضه في الوجه ديال الطفل التوحدي. ومن بعد هو ولا حس بك ما كتنمرش عليه، ولا حس بك انت يعني متقبله، ولا حس بك انت فرحان به معك، هو غادي يجي عندك. هادو نصائح بحكم الوقت، يعني ما عندناش حنا باش نعطيو التقنيات باش نعطيو نقاط اللي هي اكثر من هكا. اذا هادو من النصائح اللي غنعطيو للناس اللي كتسمع اللي كتسوق. كنتمناو نكونوا خفافين عليهم، لان مع الغلاء مع الازمه اللي كاينه كنهضروا في واحد الموضوع اللي هو التوحد. يقدروا يكونوا نساو هذه الازمه الماديه ويقدروا داو واخا غير واحد النقط زايده، واحد المعلومات زايده. كنتمنى هذه الخطوه تكرر، يعني ينوضوا الناس المجتمع المدني والناس اللي كتشتغل في هذا المجال. وكنتمنى يعني احنا مرجان نكونوا فيه ديما وغنكونوا فيه ان شاء الله. غنكرروا هذه الجلسات. وشكرا سي فتاح. غنعطي واحد الكلمه الايه تعطينا رايها، تعطينا الفكره ديالها ولا النقط اللي كتبرزطها اللي كتضايقها في الحياه ديالها. ولا كان ممكن ايه، ممكن الحاجه اللي كتعصبك من المجتمع، تقبل الناس واش متقبلينك ولا لا. سمعوا الميساج ديال آية. خصكم تحسوا بنا. فختامه مسك. أحسن حاجة عبرت بها الجملة هذه اللي قالت آية، تحسوا بنا. خصكم تحسوا بنا حنا أطفال توحديين. ف ما عنديش كلام اخر غادي نقولوا اكثر من انني نشكرك بزاف استاذه حنان على هذه المبادره الجميله وعلى الضيوف عضوات المكتب اللي جاو ديال الجمعيه ديال جمعيتي جمعيتي للاعمال الاجتماعيه والثقافيه والتنشيطيه بزاويه سيدي قاسم. بزاويه سيدي قاسم. حنايا نختصروها بجمعيتنا، جمعيه حسوا بنا. فمرحبا بكم مرة أخرى والدار داركم. كنشكروا مرجان دائما على هذه المبادرة الجميلة. شكرا لكم وإلى لقاء آخر.